السلام عليكم، نتمنى تكونوا إن شاء الله بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا معايا غادي نوجدوا اليوم دوازتي معلكة كتجي من أروع ما يكون شكلا ومذاقا، مكونات بسيطة كيف ما غتشوفوا معايا وما كتاخدش لنا الوقت باش نوجدوها. فإلا كنتو أول مرة كتشوفوا قناتي شغل جبلات فما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك معي في القناة والضغط على زر الجرس باش توصلوا بأي جديد كنحطو. مرحبا بكم. وإن شاء الله المعلكة ديالنا غادي نحتاجو في البول ديالي درت 2 بيضات بحرارة ديال المطبخ، عندي بيضات صغيورين يعني ماشي كبار، غادي نزيد عليهم قبيصة ديال الملح اللي كتعدل لنا او اللي كتعطينا واحد الكيليبر ما بين كاع المكونات اللي كنستعملوها، نص كاس ديال السكر سنه اولا السكر الخشن دائما القياس بكاس ديال العنبه. والمكون اللي غادي نكه لينا هاد الحليوه هادي هي الحامض اولا سيترون. كنزيد لو زيت ديال السيترون كيف ما كتشوفوا معايا كناخذ حامضه، كنحك غير ديك القشره الصفراء ديالها وما كنوصلش البيضه بطبيعه الحال. وبالنسبه للتخليط غادي يكون غير بالفوي كيف ما كتشوفوا معايا كنخلط جيدا حتى كيدخلوا المكونات مع بعضهم. وغادي نزيد نص كاس ديال زيت المائده كيف ما قلت لكم دائما العبار بكاس ديال العنبه ليسونسيال يكون عندنا نفس الكاس اللي نعبروا به كاع المقادير اللي تشوفوهم معايا. فدائما كنخلط جيدا يعني المكونات ديالي. وهنا زدت معلقه صغيره ديال المربى، ماذا بكم تزيدوا اللي كيكون خاص بالحلويات، انا عندي هنا بالفريز وكان بقات لي واحد شويه وماشي بالضروره انكم تزيدوا، ولكن صراحه كيعطي واحد الاضافه اللي هي زوينه بزاف. ديك الحامضه اللي حكيت لها القشره خديتها وعصرتها بالحق، درت غير نص حامضه حيت ما شاء الله الحبه كانت عامره بالماء، يعني خديت غير نص ديال الحامضه اللي شفتوها معايا عصرتها وزدت العصير ديالها في الخليط كيف ما شفتوا معايا. كيف ما ممكن انكم تقسموا الخليط لاغوم ديال الحامض. وهنا زدت كاس عنبه ديال الكوك اللي كيكون نوعيه جيده. ودائما باش نعرف النوعيه ديال الكوك واش مزيانه ولا لا كناخذ واحد الحفينه كنحكها بين يديا ولا بين صباع يديا، فداك كيطلق داك ليدام ديالو معناتها ان الكوك ديالنا مزيان. وهنا غادي نخدموا الحليوه ديالنا بالفينو كيف ما كتشوفوا معايا. فدائما حنا مولفينها يعني هاد الغريبه هادي بالسميده والكوك، فانا اختاريت انني نخدمها بالفينو كتجي اقتصاديه. درت كاس ديال الفينو كيف ما شفتوا معايا كاس عنبه، وزدت سرشه ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. فكنخلط الخليط ديالي جيدا كيف ما كتشوفوا معايا. والكاس الثاني غادي نبقى نزيدو شويه بشويه، فممكن انه تشرب لي يعني وما نحتاج انني ندير 2 كيسان. دائما الكاس الثاني كنديرو شويه بشويه وانا كنخلط، فممكن انكم تخدموا بيديكم باش تعرفوا القوام ديال الخليط ديالكم. فهنا بالنسبه لي خدات لي 2 كيسان عنبه ديال الفينو، يعني 2 كيسان على كاس ديال الكوك. فغادي يبان لكم بلي الخليط شويه خفيف، فان فوا كنخليوه واحد شويه بما نوجدوا الطاوه ونوجدوا سكر كلاصي اللي كيكون سبيسيال وكنلقاو بلي الخليط ديالنا تشرب. فهنا كيف ما شفتوا معايا كنخلطها جيدا، وهنا غادي تشوفوا معايا القوام ديالها بلي باقي خفيف. مي غادي نجمعها بهذا الشكل هذا وغادي نخليها اكوتا غير واحد ما كاملاش 5 ديال الدقائق، يعني بما نوجد الطاوه ديالي ونوجد سكر كلاصي وكتكون يعني وكيكون الخليط ديالنا تشرب. وبالنسبه للاطا ديالنا فضروري نفرشوا فيها البابي كويسون اولا ندهنوها بالزبده، من الاحسن انكم تفرشوا فيها البابي كويسون. وبالنسبه للسكر كلاصي سبيسيال راني غربلته، وهنا رجعت الخليط ديالي لقيتو تشرب والقوام ديالو هو هذا كيف ما كتشوفوا معايا. وهنا غادي نبداو نشكلوا كويرات من العجينه ديالنا اولا من الخليط ديالنا. فكنستعملوا بواحد شويه ديال الماء، يعني غير الماء سواء الماء زهره ولا الماء، فانا استعملت ماء عادي كندهن به يديا وكنخدم اولا كنكور الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، وكنستعن بالملعقه باش كتعطيني واحد القياس اللي هو مساوي بالنسبه للناس اولا السيدات هكا اللي بغيوهم بحجم اللي هو مناسب في 25 غرام راها كافيه. فبالنسبه لي راني عبرت يعني لابار ديال المعلقه كتعطيني 25 غرام يعني جوست. وهنا فمن بعد ما عاودت كملتهم غير بيديا. وبالنسبه للتفنه ديالهم فمن الاحسن اننا نكوروا الخليط كامل، يعني حتى كنكوروا الغريبه ديالنا عاد كنفندوها في السكر هكا باش ما كتغبر لناش الدنيا. فكنخدمهم بهذه الطريقه هذه ضروري. يعني ما كان المهم لا فيديو راها كتوضح كلشي. كنحاول انني يعني ما نبركش عليهم، يعني ما يجونيش مسطحين حيت ان فوا غادي يدخلوا الفران مازال غادي يسيحوا، يعني مازال غادي يتوسعوا. وهنا كنخلي الفائض ديال السكر كلاصي من الفوق حيت هو اللي غادي يعطيني داك الشكل اللي هو زوين ان فوا يطيبوا.
فنخليو السباس بيناتهم، يعني ما نزحموهمش، علما أنهم يعني une fois يدخلوا الفران كيف ما قلت لكم مازال كيتوسعوا يلقاو هكا السباس فين يتوسعوا. وحاجة أخرى في هاد المرحلة هادي راني شعلت الفران من الفوق ومن التحت، ضروري الفران يكون سخون مزيان. دائما الغريبة كتبغي الفران هكا اللي كتجي الغريبة اللي كتجي مشقة، فضروري الفران يكون سخون من قبل. فأنا كيف ما قلت لكم راني شعلت على الفران ديالي، وأنا نكور الحليوة ديالي، يعني une fois غادي نساليها غادي ندخلها الفران اللي يكون سخون. بالنسبة للطياب ديال هاد الغريبة فكنشعل عليها غير من الفوق، يعني العافية تجي على وجه ديال الغريبة ديالنا، والعافية تكون مهيلة، فما تفوتوش 5 دقايق، 5 ديال الدقايق والفران سخون. une fois كدوز 5 ديال الدقايق صافي كتكون تشقات، يعني كتشقق، ندفعوا ليها من الفوق ونعاود نشعلوا ليها من التحت على عافية اللي تكون مهيلة. كنأكد على العافية اللي تكون مهيلة باش كتحصلوا على النتيجة اللي تكون مزيانة، وما نخليوهاش بزاف في الفران، حيت une fois طول في الفران كل ما طولت في الفران كتزيد كتنشف. حنا غرضنا تجي كتبان كروستيون من الداخل رطيبة ومعلكة كيف ما غتشوفوا معايا إنفو نقطعها معاكم. فهنايا كملت الكمية اللي عندي، ودائما كيف ما قلت لكم كنفرق بيناتهم باش يلقاو فين يتوسعوا. وإلا بانت لي شي حبة هكا ناقصها سكر كلاصي، كيف ما قلت لكم هذا سكر كلاصي سبيسيال، كنعاود نرجع عليهم من الفوق، يعني حبة هكا إلا كان ناقصها سكر كنزيدو من الفوق. وكيف ما قلت لكم كنخليو داك الفائض حيت هو اللي كيعطينا داك المنظر اللي هو زوين. وكيف ما قلت لكم إلا كان يعني شي تبصيل هكا يكون كبر من هذا، ونخدموا العجينة ديالنا كلها، يعني نكوروها كلها ونخدموا السكر كلاصي حيت كتغبر الدنيا. فمن بعد ما كملتهم كيف ما كتشوفوا معايا فكنبرك عليهم بالأصبع ديالي غير واحد شوية، أولا بالاستعانة بالمعلقة وكتكون واجدة. كيف ما قلت لكم غادي ندخلها الفران اللي يكون سخون مزيان، العافية على الوجه ديال الحليوة ديالي، العافية اللي تكون مهيلة، وما نفوتلهاش 5 ديال الدقايق. 5 ديال الدقايق كتكون تشقات. كيف ما قلت لكم إلا طولت في الفران راها كتشرب وكتجي قاصحة. هذه هي ما شاء الله ما شاء الله جات كلها مشقة. une fois دازت 5 ديال الدقايق طفيت الفران من الفوق وعاودت شعلت عليها من التحت حتى تحمرت، يعني على عافية اللي تكون مهيلة، وشدت راسها صافي كتكون واجدة. هذه هي ما شاء الله كيف ما قلت لكم راه ما تشبعوش منها، ولا جربتوها أكيدة غادي تنال الإعجاب ديالكم وما غاديش تستغنيو أنكم تعاودوا تجربوها مرة أخرى أو تعاودوا ديروها مرة أخرى. وكيف ما شفتوا معايا يعني المقادير اللي هي بسيطة، ونوجدوا هاد البلاطو كيف ما كتشوفوا معايا راه إلا صغرتهم أنا مازال يعني كل حبة يعني كتختلف على الأخرى، يعني ما درتش الميزان، ولكن كيف ما قلت لكم درت عيني ميزاني. ممكن أنكم تعبروهم بالميزان باش كيجيوكم قد وكتحصلوا على حبة اللي هي بنفس القياس وما يكونوش صغار. فمن الأحسن يكونوا حبات اللي هو متوسطين هكا كيعطيو منظر اللي هو زوين بزاف. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما كملت. وكنخليوهم حتى كيبردوا في اللاطة، عاد كنقلعوهم اولا كنحيدوهم من البابي كوسون وكنقدموهم بالصحة والراحة. فكيف ما قلت لكم فعلا وصفة كتستحق التجربة ديالكم، سهلة ماهلة، مقادير اللي هي بسيطة كيف ما شفتوا معايا، والنتيجة ولا أروع. اسمحوا لي كنشكرها لكم، ولكن حقًا كتستحق التجربة. وهنا غادي نقطّع لكم واحد الوحيدة باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي. كيف ما قلت لكم كتجي معلّكة كتذوب ذوبان في الفم. غادي نقطّع معاكم واحد الوحيدة وتشوفوا معايا كيفاش دايرة من الداخل ولا كيفاش كتجي من الداخل. هنا ما شاء الله كلها كتجي مشقة ما شاء الله كيف ما قلت لكم. السر ديالها هو في الخليط، يعني ما يكونش قاصح، و الفران يكون سخون، وطريقة ديال الطياب ديالها، حيت الطريقة ديال الطياب هي اللي مهمة بزاف. وما شاء الله راها كتجي معلكة كيف ما كتشوفوا معايا، والحلاوة ديالها راه كتجي معقولة. عليها درنا نص كاس ديال السكر في الأول، وسكر كلاصي سبيسيال، يعني كتكون الحلاوة ديالو معقولة مقارنة بالسكر الكلاصي العادي. وكان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف وظريف على قلوبكم. ما تبخلوش عليا، الله يجازيكم بخير بواحد اللايك بتعليق محفز كتزيد كتشجعوني، ونزيد نبارطاجي معكم مزيد من الوصفات ان شاء الله. وبالنسبة للناس اللي كيشوفوا قناتي لأول مرة فما تبخلوش عليا بلي لايك وبالضغط على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بأي جديد كنحطو. خليت لكم راحة البال ولا يعطيكم كل ما تمنوا إن شاء الله.